انا هحاول ان انا بقدر الامكان ان انا احتويكم، علشان المسجات دي بتجيلي كتير قوي، وانا مش هكدب عليكم، انا ما كنتش مستعده قوي ان انا اتكلم في الموضوع ده، علشان حاجات كتير قوي منهم ان انا كنت بستغرب السؤال ودايما ما كانش عندي رد ليه، بس لحد ما توصلت لرد، ودي وجهه نظري ودي مشاعري الشخصيه يعني من الموضوع. قبل اي حاجه انا اسفه جدا 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 لاي حد بيمر بالموضوع دوت، وهتكلم في كام بوينت عامه هيحاولوا يغطوا الموضوع. بس قبل ما ابدا، زي ما انا هحاول ان انا احتويكم، في واقع كتير قوي مؤلم لازم هنتقبله. يعني انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اقول كلام كويس، بس هو في واقع لازم كده كده هنتقبله، وهو اصلا الحدث نفسه. اكتر سؤال او اكتر المسج اللي بتجيلي اللي هي جمله انا لحد دلوقتي مش عارفه اتفهمها قوي، بس انا متفهمه مشاعر واحساس اللي قدامي، وهو ازاي اتخطى وفاة حد عزيز عليا، سواء كان بابايا او مامتي، اخويا، حد انا بحبه، اي حد. اتخطى ازاي وفاة حد عزيز عليا؟ طيب، اولا الفيديو ده يعني كله طالع من قلبي، انا معيش سكريبت، انا مش عامله له سكريبت اي حاجه، كل حاجه هتبقى طالعه من قلبي، فاعذروني لو الكلام ممكن يكون متلخبط شويه. اولا مفيش حاجه اسمها يا جماعه ان احنا نتخطى وفاه حد، يعني دي اول حاجه. مفيش حاجه اسمها، وده بقى الواقع المؤلم، مفيش حاجه اسمها ان انا اتخطى وفاه حد، بالذات لو حد عزيز عليا، وبالذات لو انا بحبه. ليه بقى؟ التخطي من وجهه نظري، وده اللي احنا بنحاول نعمله، اكزامبل بسيط قوي زي الفركشه مثلا. انا عايزه اتخطى البني ادم ده، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا انساه شويه، امحيه من حياتي علشان ما افكرش فيه كتير. كلنا بنعمل كده لما حد بيفركش مع حد، ولا حد بيروح بيبقى عايز ينسى حد، بيعمله بلوك. ليه؟ علشان نتخطى الشخص ده او نتخطى الحدث ده. ولكن يعني الموضوع بيختلف خالص في الوفاه، علشان الحدث ده محدش بيتخطاه، بالذات لو حد عزيز عليكم محدش بيتخطاه. الحدث ده هيفضل موجود طول عمرنا، بس ممكن نتعايش معاه، او الألم هيقل واحدة واحدة قدام، ودي بتختلف المدة من شخص للتاني. بس فده الواقع المؤلم اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، في مسجات كتير قوي بتبقى مستغربه ازاي انتي بقالك تقريبا سنه ونص ولا حاجه كده وبقيتي كويسه ومش عارفه ايه وبتاع. هو الحقيقه يا جماعه ان انا مش بقول كده عشان انا على السوشيال ميديا ولا اي حاجه، بس حتى لو احنا بره السوشيال ميديا، لا، 3/4 احنا بنبقى باينين ان احنا كويسين. طبيعي، ما احنا مش هنمشي نصوت ونعيط في الشارع، مش هننهار في وسط الناس، مش هننهار مع كل الناس، مش كل يوم حد هيشوفني وانا بعيط كل يوم. طبيعي محدش هيظهر الجانب الكئيب ده من حياته، محدش هيظهر الجانب الضعيف والهش ده من حياته. فمش هينفع ان احنا نحكم على حد ان هو بقى كويس او بقى متعايش، او لما بيتكلم عن الشخص ده ايه ده شكله كويس. ليه؟ لان يعني دي تاخدنا للنقطة الثالثة، وهو نوع الجريف او نوع التعامل مع المشاعر في الحدث ده، ودي النقطة الثالثة بتاعتنا. كل واحد يا جماعة بيكون عنده طريقته في التعامل مع مشاعره في الحدث. بمعنى كتير قوي بنشوف ناس بيجي لهم حالة زي دينايل، اللي هو الرفض. انا مش مقتنعه اصلا ان هو مات. اعرف ناس كتير لما حد من اهاليهم توفى فضلوا اللي هو لا هو ما ماتش، هو مسافر كده بقى. يعني هم عايشين الحياه دي. فمش كل الناس بتعرف تتعايش مع المشاعر، مش كل الناس هتعرف يعني تاخد الموضوع قوي على صدرها، ومش كل الناس يعني هتعرف ان هي تبقى تبان انها كويسه. في ناس حياتها هتفضل واقفه جواها يعني حبه حلوين، في ناس حياتها بجد هتفضل واقفه جواها حبه حلوين. وده ينقلني للنقطه الرابعه، وهي هل انا حياتي وقفت وانا مش عارفه اطلع واكمل؟ انا مصدقاكم، انا مصدقه اي حد هيقول لي انا حياتي وقفت، بس كل اللي انا عايزه اكده لكم يا جماعه ان ده احساس، مش حاجه صح. يعني حته انا حياتي وقفت ده مش صح، ده بيبقى احساس، والاحساس ده مش كاذب، الاحساس ده صح، وكلها بتبقى حاجات جوانا. وما بقولش انها مش معنى ان هي جوانا يبقى هي غلط، لا هي صح. بس اللي انا عايزه اقوله ان لا، هي ما بتقفش، بجد ما بتقفش، وده مش كلام كليشيه، هي بجد ما بتقفش. ومفيش حاجه في الدنيا اسمها ان لو في حاجه خلصت من حياتنا او حد راح من حياتنا يبقى الحياه وقفت. احنا من جوانا بنحس ان احنا مش عارفين نتعامل مع المشاعر دي، مش عارفين نتعامل مع الحدث. في تراديشنز كتير قوي بتختلف، حياتنا بتختلف 180 درجه، بس مش لدرجه ان هي بتقف. ده اللي انا عايزه اقوله. لان احنا لازم نتعايش مع الالم، لان لو هي وقفت، وده الكلام الكليشيه اللي بيتقال، الناس اللي توفوا اللي هم عزاز علينا مش هيحبوا ده، وهيبقوا عايزين ان هم يكونوا فخورين بينا وهم سامعيننا وحاسين بينا وكل حاجه. وده طبيعي وده صح.
وده حاجه انا مقتنعه بيها عامه شخصيا. ولكن هو حرام حتى ان احنا نعمل كده، يعني ربنا حتى ما قالش كده، بس انا مش من اهل دي ان انا اطلع يعني اتكلم في الحاجات دي. انا بتكلم علشان على قد ما السؤال بيتسال لي وصيغه السؤال بتتسال لي بطريقه نورمال، فانا برد بطريقه نورمال. بس اللي انا عايزه اقوله ان بجد يا جماعه الحياه ما تقفش، مش هينفع ان احنا نوقف الحياه، وكل الوعود اللي انتوا وعدتوها للناس حبايبكم اللي راحوا لازم تنفذوها. مش مجبرين طبعا، بس انا بقول يعني ان من الاحلى ان انتوا تنفذوها، ودي حاجه من الحاجات اللي بتخلوكوا تتعايش اكتر مع الالم. فبدل ما نسال ازاي نتخطى، من وجهه نظري المفروض نسال اتليست ازاي نتعافى من حدث معين، مش نتخطاه علشان دي حاجه عمرها ما تتنسي وهتفضل محفوره جوانا. وفي مشاهد معينه وكلام معين عمره ما هيتنسي ويفضل محفور جوانا مهما عدت السنين. بس نصيحتي الاولى والاخيره وهو يا جماعه، انا عارفه ان كل واحد ليه كوبينج ميكانيزم او طريقه تعافي او طريقه تعامل مع مشاعر مختلفه، بس على الاقل حاجه واحده المفروض كلنا نتفق عليها، وهي اننا ناخد وقت علشان اصلا نعرف ايه هي مشاعرنا، ناخد وقت علشان نعرف ايه هي اصلا طريقه التعافي وطريقه التعامل. وبلاش يكون في حاله رفض حتى لو هي موجوده في الاول، بس بلاش نعيش فيها، لان حاله الرفض دي هتطلع قدام علينا وعلى عيالك لو عندك عيال، على اصحابك في شغلك، هتبقوا مش فاهمين بجد يا جماعه ايه اللي بيحصل جواكم. فيستحسن ان احنا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل جوانا، ومن حقنا ننهار، من حقنا نعيط، من حقنا نوقف شغلنا، من حقنا نوقف تفكير، من حقنا ان احنا نريح، من حقنا نمشي نسافر نبقى لوحدنا، من حقك تعمل اي حاجه وقت الحدث. الكوبينج ميكانيزم بتاعتك محدش من حقه ان هو يحكم عليك فيها، فمن حقك ان انت تطلع اي حاجه باي طريقه. بس الاهم من ده كله ان في الاخر انت اصلا هتبقى بينك وبين نفسك، ففي اخر اليوم لازم تعترف ان انت مش كويس. مفيش حاجه اسمها ان هو انا كويس او انا هبقى كويس، وما تضغطش على نفسك ان انت تبقى كويس، بالذات بقى لو الرجاله يعني بيقعدوا يقولوا مفيش رجاله بتعيط، مفيش رجاله مش عارف ايه. لا عادي، انهاروا وعيطوا، لان الحدث مش سهل، الحدث صعب. مش معنى ان احنا بقينا ننزل نشتغل، ومش معنى ان احنا بقينا بنخرج وبنروح وبنيجي وبنسافر ورجعنا شويه لحياتنا الطبيعيه معناها ان احنا بقينا كويسين 100%، وان احنا خلاص الموضوع ده we're over it وخلاص. لا، عادي جدا، احنا من جوانا مش هنبقى كويسين. هنيجي مثلا في عيد من الاعياد هننهار، هنيجي في وقت هنبقى نفسنا قوي ان احنا نتكلم معاهم، نفسنا قوي ان احنا نشاركهم، هنقعد ندبدب على الارض ونبقى عايزين قوي ان هم يبقوا موجودين عشان يشوفونا احنا وصلنا لايه، بس هم مش هيبقوا موجودين، بس هم هيبقوا حاسين بينا وبنتكلم معاهم. فده الواقع المؤلم اللي انا قصدي عليه، ولكن هو لازم نتقبله علشان مفيش مخرج غير كده، مفيش مخرج غير ان احنا نتقبل الواقع ده عشان نعرف نتعامل مع المشاعر. لكن التخطي دي حاجه بتيجي على حاجه لسه متواجده في حياتنا، وحاجه ممكن تكون مش فانيه، بس حاجه اللي هو زي ما قلت على الاكزامبل الشهير ان انا فركشت مع واحد يعني. لكن في احداث في حياتنا ما اظنش ان هيبقى فيها تخطي، لا هو هيبقى فيها تعامل مع، علشان نعرف نعدي او نتعايش مع الالم، او على الاقل نعرف نتعامل مع المشاعر بتاعتنا، وما تطلعش بطريقه غلط، وما تاثرش علينا وعلى حياتنا وعلى شغلنا وعلى اسرتنا وعلى اصحابنا. اتمنى اكون على الاقل وصلت لكم معلومه ولو حتى صغيره، وفهمتكم قصدي من الموضوع دوت. وعلشان لو حد جه سالني تاني ازاي اتعافى او ازاي ما اتعافاش او كده، لا انا في مره يا جماعه واحده جت سالتني قالت لي بابا لسه متوفي من 3 ايام. يعني انا اتعصبت يعني، بس طبعا انا مدركه حالتها، بس قلت لها اللي هو يعني انت لسه في 3 يوم عزا، يعني انت لسه حرفيا في 3 يوم عزا، ويعني مش هينفع ان احنا نجات اوفر الموضوع ده كده، يعني انت 3 ايام، فما تتسرعوش على الموضوع، لان الحياه كده كده هتمشي، فبلاش نتسرع. 3 ايام زي سنه زي سنتين زي شهر زي شهرين، بلاش اللي هو خلاص الحدث خلص، لان هو مش اي حدث، لازم ناخد وقتنا. والكلام ده ينطبق يا جماعه مش على حدث بس الوفاه، لا ده ينطبق على كل الاحداث اللي بتحصل لنا. لازم نبروسس المشاعر اللي جوانا علشان ما تطلعش باسلوب غلط احنا مش فاهمينه بعد كده. اتمنى اكون يعني فدتكم ولو بمعلومه بسيطه، وحاولت ان انا احتويكم، وبجد بجد الفيديو ده كان طالع من قلبي. ولو على مراحل التعافي او كده عادي انا ممكن اتكلم في فيديو تاني في الموضوع ده. Have a good day.